السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم مزيانه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الوصفه ديال الكراتان بالبطاطا بيوري طريفه ديال لادان بيشاميل وفرماج. كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بالدعم ديالكم باش تشجعوني على المزيد، ونبداو. بسم الله. اول حاجه غادي ديروها هي قطعه ديال لادان. هنا كان الماء دافي باش يتسلق لادان حيت كان في الكونجيلاتور مع شويه د الحامض والملحه باش كيحيد منه داك الزفوريه ديال لادان. كتنقيو البطاطا وكديروها في الماء، ومن الاحسن تقطعوها باش تسلق دغيا وما تاخدش الوقت في السليق، مع شويه د الملحه وجوج دروس ديال الثومه. ملي كتسلق مع البطاطا كتنسمها، وفي نفس الوقت منين كتسلق كنطحنوها معاها كتجي زوينه. وهنا كتجبدوا داك لادانت من الترقيده اللي كنتو مرقدينو وكتقطعوه طريفات صغيره. انا من الاحسن كنفضل الطريفات الصغيره، ولكن كل واحد على حسب الرغبه ديالو، حتى تقطعوا داك الكميه اللي عندكم ديال لادانت كامله. في المقله حطوا الثومه محكوكه مع الزبده على حسب الكميه اللي غادي ديروا ديال الدجاج. طبعا هنا كاينين جوج دروس ديال الثومه وجوج معالق ديال الزبده، حتى كتشحر شويه ديك الثومه وكتذوب الزبده. وضيفوا القطع ديال لادانت في المقله، خليهم حتى يشدوا شي شويه. ضيفوا عليهم في التوابل الملحه، الابزار السودانيه او الفلفله الحاره، غير شويه على حسب. كاين اللي ما كيستحملهاش، المهم هنا كاينه غير شويه في الوصفه. الاعشاب المنسمه المجففه ولا زير دو بروفانس. وخليو القطع ديال لاتان يطيبوا على خاطرهم فوق البوطه حتى كيطيبوا مزيان. كنضيفوا معدنوس مقطع. من بعد ما تسلق البطاطا وتولي واجده، طحنوها سواء في الهاشوار او الطحان اليدوي او حتى معسوها، وضيفوا عليها طريفات ديال الزبده على حسب الكميه. فرماج مثلثات، هنا في الوصفه جوج معلقات ديال الزبده وجوج فرماجات. ومن بعد كنضيفوا على البطاطا شويه د الحليب والتوابل الملحه الابزار شويه ديال الفلفله حاره، وكندوزو نوجدوا البشاميل. البشاميل راه باين، جوج معالق ديال الزبده ونسموهم بالملحه الابزار شويه د الفلفله حمراء. هادو هما التوابل هنا في الوصفه على الفيديو. من بعد ما كتذوب الزبده ضيفوا جوج ديال المعالق ديال الفرز، حركوا مزيان حتى كيرجع اللون ذهبي، وكنضيفوا في الاخر الحليب تيترو د الحليب. من بعد ما كتضيفوا الحليب كتضربوه بالخلاط اليدوي، ما كيبقاش مكور الطحين حتى كتختار البشاميل وكترجع واجده. هنا الكميه ديال الحليب كانت ناقصه شي شويه، ديك الكميه اللي زدناها على البطاطا.
وحيت كتوجد البشاميل كنجبدو واحد المول اللي غادي يدخل الفران، كل واحد يستعمل المول اللي متوفر عنده على حسب عدد الاشخاص والكميه. اول حاجه كنديرو الطبقه الاولى ديال البطاطا، كنصبو ديك لا بيوري ديال البطاطا اللي وجدناها في المول كنقادو المستوى ديالها في المول هو الاول، وكنضيفو عليها لادانت اللي وجدناه من الفوق، وكنقطعو القطع ديال الفرماج ديال الساندويتش قطع صغيره هكا فوق لادانت. هاد الفرماج ديال الساندويتش اختياري ولكن كيعطي واحد النسمه زوينه. ومن فوق من هادشي كله كنديرو البشاميل وشويه ديال الفرماج موزاريلا من الفوق، وكندخلوها للفران تحمر. كنتمنى ان الوصفه تعجبكم، جربوها راه لذيذه ما غاديش تندموا عليها. كنتمنى كذلك ان الفيديو يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه شي حاجه. هاد الوصفه كتليق لشي عشاء سريع بالزربه كما كتليق الا كنتو جيعانين في الليل وما عندكم وما فيكم ما توقفوا بزاف في الكوزينه توجدوا وطيبوا، ديروها راه غادي تعجبكم. وقبل ما نقول لكم بسلامه كنذكركم وكنقول لكم ما تنسونيش من الدعم ديالكم باش تشجعوني على المزيد، فضلا وليس امرا. مع السلامه، نلقاكم في فيديو جديد ان شاء الله.